السلام عليكم ورحمة الله. بعد هذا الفيديو هذا بغيت حتى شي واحد مازال يدخل يقول لي ابو خالد راني عندي تعطيل الزواج. يا ابو خالد راه باقي راني كبرت في السن وباقي ما تزوجتش باقي ما تيسرش لي اموري. ولا يدخل شي واحد عاوتاني يقول لك يا ابو خالد اعطينا شي وصفه راني باقي بلا خدمه راني عندي محل ما تيسرش لي العمل راه عندي ثقافات راه عندي ثقافه في الخدمه ديالي. او لا يا ابو خالد راه عندي ثقافه في الزواج ما كنتزوجش اللي جا كيهضر او لا كيتكلم ولكن ما كيوصلش للدار. او لا راني بلغت واحد السن واحد 40 عام ولا اكثر وباقي ما سول فيا حتى واحد وما تزوجش. في هذا الفيديو باقيش تقول لي راه عندك هذا الشيء حيت علاش حيت غادي نشارك معك واحد البخور الرباني. هذا البخور هذا اللي سميتو البخور فتح المبين كيفتح الاقفال ديال الحسد ويفتح الاقفال ديال الثقافات والتعطيلات باذن الله عز وجل بشرط تجيب هذا الشيء هذا اللي غادي نقول لك عند العطار. هذا الشيء راه موجود عند اي عطار. سير عند العطار شري منهم كل حاجه شري منها 3 دراهم 3 دراهم وجمع هاد العشوب هادو هما سبعه العشوب وجمعهم وغنوريك الطريقه شنو غدير له باذن الله. قبل اول حاجه نشارك معاك البخور نشارك معاك المكونات اللي خصك تجيب عند العطار وتستعملهم في الدار عندك. ما باقيش تقول لي راك عندك تعطيل الزواج ولا ما تزوجتيش ولا ما كيهضرش فيك الناس ولا ما كتخدمش ولا ما كتيسرش لك ولا عندك المحل ما كيخدمش ولا انت عندك دبلوم وعندك شواهد ولكن ما كتحصل على حتى شي خدمه. بعد هذا الفيديو باقيش تقول لي هذا الامر حيت غنشارك معاك هذه الوصفه قلنا قويه باذن الله تعالى. اول حاجه سيدي غتحتاج الحرمل. جيب لي الحرمل شري العطار. هادشي اللي غنقول لك خذ منه تقريبا غير شويه 3 دراهم 3 دراهم كل حاجه عند العطار. شري لي الحرمل عند العطار. شري لي اللبان الذكر. شري لي عود الصندل. جيب لي سيدي الفيجل. جيب لي قشور الرمان. جيب لي الملحه الحيه وجيب لي السدر. هاهما قيدهم عندك 7 ديال الحوايج. هاد الفيديو هذا عاود خليه عندك حفظو عندك باش تعاود ترجع للمكونات اللي قلت هما راه 7 باش نعاود باش ما يكونش الفيديو طويل. 7 ديال الحوايج ملي غتاخذ هاد العشوب اسيدي تاخذهم كاملين عند العطار غتجمعهم ديرهم في شي غراب بحال هذا ولا في شي حاجه بحال هذه وغتقربهم لفمك وغتقرا عليهم. اسمع سورة الفاتحة 7 ديال المرات. آية الكرسي 7 ديال المرات. سورة الفلق 7 ديال المرات. سورة الناس 7 ديال المرات. ومن بعد غتنفد هكا في الريق ديالك وغتسد هاد البخور هاد بحال هكا وغادي تحطهم حداك وكل نهار غتهز منهم شويه وغتبخر به. الا عندك شوف الا عندك تعطيل الزواج الا عندك تعطيل ديال الزواج غادي تحاول انك تلبس غير لباس واحد يعني بدون ملابس داخليه. تلبس غير بيجامه فوقيه او لا عبايه ولا كما كتسموها قندوره اي حاجه تكون بوحدها على اللحم وغتاخذ مجمر بحال هذا ولا كيما بيكون مجمر دير فيه فاخرات وحط فيه هذا البخور هذا وحاول تخلي هذاك الدخان يطلع مع الجسم ديالك كل نهار. هادشي الا عندك تعطيل الزواج وعندك تعطيل في العمل ما كتقلب على خدمه ما كتلقاش يوميا ما عندكش شي وقت سواء العصر ولا المغرب ولا في الصباح ولا في العشيه اي وقت عندك انت بخر فيه ما غاديش نحدد لك انا الوقت. هذه الاولى. الا عندك محل وعندك الامور معسره عندك المحل عندك تجاره ولا كدير شي بروجي ولا هذا ولكن ما كيتيسرش لك بخر هذاك البروجي ديالك بخر هذاك المحل ديالك. خذ لك البخور نفس الطريقه كل نهار بخر به المحل ديالك ان شاء الله تعالى وغادي تيسر الامور ديالكم باذن الله تعالى. انا حاولت نزرب في الكلام باش الفيديو يكون قصير وباش الفائده توصلكم باذن الله تعالى. شارك هذا الفيديو الا كتعرف شي وحده مزوجاش شي وحده عندها تعطيل الزواج شي واحد عنده تعطيلات في العمل شارك مع هذه الوصفه. غتقول لي ابو خالد شحال غنتبعوا هذه الوصفه. هذه الوصفه هذه الطريقه هذه اللي قلت لك غتولي تبخر كل نهار مده ديال 21 يوم. اسمع 21 يوم. السيمانه الاولى شنو كيدير هذا البخور هذا؟ السيمانه الاولى كيفك لك الثقافات كيحل لك العقد الروحيه العقد الخفيه الثقافات ديال الخدمه الثقافات اللي عندك على الكتاف وعلى الظهر وفي البطن وفي الرحم اللي عندها مشاكل تعطيل الزواج. والاسبوع السيمانه الثانيه شنو كيدير لينا؟ كيحاول ينقي لنا الجسم من بعد ما فك لنا داك العوارض دوك العقد. الاسبوع الثاني ملي كنتبعوا البخور اشنو كيدير؟ كينقي الجسم كيصفيه كينقيه كيهيئو ان شاء الله تعالى. الاسبوع الثالث هو اللي كيكون فيه باذن الله تعالى القبول وتيسير الامور باذن الله تعالى وكتيسر امورك في الاسبوع الثالث اللي هي الكماله ديال 21 يوم. يعني داك الشيء راه كيجي بحال هكا ومنظم وتبعوا بشرط تبعوا والتزم به وان شاء الله تعالى غتشوف النتيجه بلا باقي تسول شي واحد راه عندي تعطيل الزواج ولا راه متزوج ولا راه ما خدامش ولا راني واقف على العمل ولا تعطلت لي الرزق ديالي. بعد هذا المقطع هذا باذن الله تعالى يلا نلقاكم في شي فيديو اخر ان شاء الله تعالى. كان معكم الراقي ابو خالد المغربي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.